كده في يوم وليلة اليابان اتحولت لجحيم، واكتر من 100,000 روح اتحولت لرماد، والكل واقف مصدوم مش عارف هو ايه اللي بيحصل. بس اللي الناس ما كانتش تعرفه ان الحريق دوت ما كانتش كارثة طبيعية، ده كان اعلان حرب رسميا. الحرب ما بين اقوى قوتين في العالم بأسره اسياد الظلام النينجا وباطرة العالم السفلية الياكوزا. وشرارة الحرب بدأت لما سقط واحد من اهم رجال الياكوزا، وبكده بدأت المدعكة اللي استمرت ل 300 سنة. 3 قرون الياكوزا بتحاول تنتقم ولكن بدون اي فائدة ترجى. كل معركة بيخشوها بيطلعوا اموات، ولكن ورغم كل الخسائر التي يتعرضون اليها لم تنحني رؤوسهم ولم تهتز عزيمتهم. الألم لم يكن عدو بل وقود للانتقام الذي لا يزال مستمر الى يومنا هذا. قبل ما نبدا كده حابب اقول لك ان انا جايب لك حاجه اسطوريه، حاجه ليست بطبيعيه، ولكن قبل ما نبدا كالعاده عايزك تصلي على الحبيب علشان قلبك يطيب، وترزعنا لايك واشتراك متين علشان نكمل ايام وشهور وسنين. ومن غير رغي كتير تعالوا بينا نغوص في اعماق تلك الحكايه. ده بقى هو شين، واحد من جمعية النينجا اللي بتجيله مهمة انقاذ المحافظة من الياكوزا اللي خطفوها، فبيبدأ يتحرك نسبة واحنا بقى ونروح لهناك. واللي عمل كده شخص اسمه تسوباسا. الواد دوت عنده ردة فعل مش طبيعية، حارس المحافظة مع المسدس ولسه بيكون هيطلق عليه، ولكن في لمح البصر طخ طخ قدر يسحب المسدس ويضرب منه طلقتين في ثانية الا ثانية. وبنعرف منه بقى ان هو خاطف المحافظة علشان يستدرج النينجا، واللي بيبلعوا الطعم. وصاحبنا بيدخل دخول رايق بيسبب حريق. الرايق بيشغل موسيقى الانمي اللي بيحبها وبتبدأ المدعكة. ايه ده انت راسك طايره كده ليه؟ مش عارف وانت ليه عامله كده؟ ايوه الركاب بتطير في الهواء اكنها ورا شجر. تسوباسا كان واقف مرعوب من اللي هو شايفه، حرفيا بيكون هيعملها على نفسه، لان كل رجالته بتوع واحد تلو الاخر، محدش عارف اصلا هو مين اللي بيعمل كده. وبعد ما خلص على كل الاتباع كده بقى الراس الكبيره اللي بيحط دماغه على المسدس وبيقول له اضرب. بيكون خايف فبيصرخ فيه وبيقول بسببكم انا ما بقتش قادر اضحك. وفي وسط ما بطلنا بيتذكر ماضي المؤلم تسوباسا بيطلق عليه، ولكن هنا كانت الصدمة. شين سرعته أسرع من الرصاص وبوم طير دماغه. تم تنفيذ المهمة بنجاح. بتوصل الشرطة والمحققين وبيلاقوا حرف الإن، معناه النينجا تكفلوا بالمهمة. وبينما شين راجع في الطريق إذ فجأة الشخص اللي جنبه دوت التليفون بتاعه بيكون هيقع على الأرض، ولكن بيعمل حركة بهلوانية كده بيقدر إن هو يمسكه. وطبعا هو ما عملش كده لله ولطم، كل ما في الموضوع إن الجراب عليه شخصية الأنمي اللي هو بيحبها. صاحب التليفون بيجري عليه وبيشكره وبيعرفه بنفسه، أنا اسمي كيو مدير إحدى الشركات. وهنا بقى بيبدأ الحديث ما بينهم عن شخصية الانمي، واللي بالصدفه الاثنين بيكونوا حابين نفس الشخصيه المتعصبه افضل من الكيوت. ساعتها شين بيحاول يضحك، كيو بيقول له في ايه مالك؟ فبيقول له انا مستمتع بالحديث معاك بس انا ما بعرفش اضحك، فحسيت ان انا لو ما عملتش كده هتقول عليا شخص ممل. فبيقول له لا يا عم ما تدوس على نفسك، اتصرف طبيعي، خلينا نتقابل مره ثانيه علشان انا مشغول حاليا. والاثنين بيتفرقوا. طبعا لقاء عادي صح؟ اقسم لك لا. ليه؟ هتعرف بعدين. المهم بنعرف ان شين ما بيعرفش يضحك، ودوت بسبب حادثه حصلت له وهو عيل صغير. راجل عملاق ضخم البنيه ماسك سكينه وعمال يقتل في اللي قدامه بضحكه شيطانيه. وفي تلك اللحظه بتجيله مهمه جديده عن مجموعه بلطجيه بيخطفوا النساء وبيبيعوهم، فبيروح يخلص عليهم في ثانيه الا ثانيه يا صديقي. وبعد ما نفذ مهمته لقى ورق غريب مكتوب عليه قصائم النعيم، وبما انه مش فاهم دوت ايه فبيروح عند الجد كايجي تاني اقوى شخص في مجموعه النينجا بالكامل، وبيساله عن قصائم النعيم. واللي اول لما بيشوفها بيعرفوا ان ديت مخدرات منقوعه في سائل مخدر، صنف جديد منتشر الفتره الاخيره واكيد الياكوزا هم اللي صانعينه. شين بيقول له مش ملاحظ ان تصرفاتهم بقت غريبه شويه، بما انهم عارفين ان هم مش ندي لينا ليه تحديدا الفتره الاخيره بداوا ان هم يعملوا جرائم كتيره جدا علشان يستدرجونا، اكيد في ان في الموضوع. فبيقول له ما تفكرش في الموضوع كتير، كده كده احنا بنحط عليهم حطاطين، فمهما يعملوا هنتصدى ليهم. تاني يوم شين بيروح مهرجان الانمي علشان يشتري الالعاب اللي هو بيحبها، وهناك بيقابل كيو اللي من غير سلام ولا كلام بيسحبوا على المحل وبيشتروا كل حاجه هم عايزينها. وبما ان كيو عايز يتعرف على بطلنا اكتر فبيعزمه على الغداء، بيروح معاه فعلا والدنيا هناك كانت زي العسل في الطحينه. وكالعاده صاحبنا بيكون عايز يضحك بس مش عارف. كيو بيلمحها وهي طايره وبيقول انا عارف انك مستمتع لذلك ما تكبرش نفسك، وبيساله اذا كان عنده اصدقاء ولا لا، فده بيعرفه بسبب تعابير وشه فما حدش بيقرب منه. فبيقول له علشان تتاكد ان انا مش متضايق منك انا وانت من هنا ورايح اصدقاء. وهنا وفي تلك اللحظه صاحبنا بيضحك ضحكه صغيره لاول مره من ساعه الحادثه اللي حصلت. بعد ما بيخلصوا اكل بيودعوا بعض، وشين كان هيطير من الفرحه، لكن يا فرحه ما تمت. المشهد بيتقطع على كيو راكب عربيه فخمه، الابتسامه اللطيفه اللي بتبقى مع شين بتختفي، وبيقلع الجاكيت علشان يظهر على جسمه وشم تنين. ايوه كيو مش راجل اعمال عادي، لا يا معلم ده زعيم الياكوزا بذات نفسها. يا نهار بتنجان
قام مخلل بيعمل اجتماع وبكل جبروت بيعلن عن الخطه الجهنميه. انا عندي طريقه لقتل جمعيه النينجا وابادتهم عن الوجود، وبيقول لهم زي ما انتم عارفين النينجا زمان اتحدوا مع الجيش الياباني علشان يصفونا احنا الياكوزا، وفي فتره قصيره جمعيه النينجا اتطوروا بطريقه مش طبيعيه لدرجه ان هم تخلوا عن الاسلحه لان اجسادهم اصلا عباره عن نووي، ومن وقتها واحنا بنتساقط لدرجه ان احنا قربنا ننقرض. ولذلك انا لقيت الحل اللي هيخلينا نقدر ان احنا نواجه النينجا، لا وكمان نتفوق عليهم. الكل كان عمال يعيط بسبب كلامه اللي فعلا حقيقي، وكانوا خايفين الدور يجي عليهم. اما بقى هو على الجانب الاخر وتحديدا عند الجد كايجي اللي بيكون عارف ان الياكوزا عاملين اجتماع، فبيتحرك علشان يبيدهم عن بكره ابيهم، وبيوصل للاجتماع وبيسمي بتطير كام رقبه كده. واضح كده انكم عندكم خطه شريره، ولذلك انا جاي هنا علشان ادمرها. طبعا دخوله الخطير دوت يخلي اي حد يعملها على نفسه، ولكن دوت كيو يا باشا اللي مش عنده اي ذره خوف بيستخدم قصائم النعيم، وبيقول لهم اتفرجوا انا بقتل واحد من النينجا بيتحرك فوق الجثث، وبيقول طالما اللي انا شايفه يبقى انا هقدر اقتله، ولكن لو بعد عن نظري ثانيه واحده فانا هالك. العجوز بقى في نفس اللحظه دي حس بقوه كيو اللي ظهرت مره واحده من العدم، وقبل ما الاثنين يهجموا على بعض بيكونوا بيفكروا في شين. ده بيكون عايز يكمل النقاش معاه عن ال9 مواسم اللي ما اتكلمش عنهم اصلا، وده كان عايز يرجع له علشان حس ان شين موده الفتره الاخيره بدا يتحسن. وفي نفس اللحظه الاثنين اتحركوا، كايجي هجم على طول عليه، ولكن دوت قدر يتفادى كل هجماته، بس في واحده منهم قدرت ان هي تصيبه، وده تستغل ان كايجي بعيد عنه، وبوم اداله واحده في منتصف الجبهه، جابه على الارض وبالمسدس طخ 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 طخ. ايوه قتله، وقف بكل شموخ وقال لهم احنا قتلنا اخيرا واحد من النينجا. واللي بيزيد الصدمه اكتر واكتر ان الجرح اللي كايجي سببه له بيبدا ان هو يتلم. بيكمل كلامه وبيقول لهم عارفين انا قتلته ازاي؟ ايوه من خلال قسام النعيم، حته صغيره بس منها لو خدتها قوتك هتكون عطيه. وباكد للمره الثانيه بكده هنقدر ان احنا نقضي على جمعيه النينجا. الكل كان في كميه الانشكاح. العجوز بقى بيكون بيلفظ اخر انفاسه وبيقول فعلا الياكوزا كسبوا قوه جباره بتعادل النينجا، وشكل كده ان اللي جاي هيكون خراب من الناحيتين. وقبل ما يموت بيتذكر اول مره قابل فيها الواد شين، طفل يتيم عيلته كلها ماتت على ايد الياكوزا، ولذلك انا بطلب منك يا كايجي انك تعلمه اسلوب النينجا علشان يقدر ان هو ينتقم لعيلته. وبعد ما بيتذكر تلك الذكريات الجميله بيفنجر نفسه بكل اللي موجودين. 99% ماتوا، ولكن اللي خدوا قصايم النعيم ما حصل لهمش اي حاجه. وبما انهم اخيرا قتلوا واحد من النينجا قرروا ان هم ياخدوا جثه العجوز ويحطوها في نص المدينه، ايوه علشان يعرفوا النينجا ان هم اللي قتلوه. بالفعل بيعملوا كده، واول شخص بيعرف ان الجد مات هو شين اللي كان مستشيد غضب، وقال للغربان احنا لازم نعمل اجتماع باسرع وقت ممكن، فاتحرك على طول. وفي وسط ما هو مش طايق نفسه كيو بيجيله بالوش اللطيف وبيقول انا عملت امبارح انجاز عظيم جدا ولذلك انا عازمك على العشاء. وبكده دقت طبول الحرب ما بين النينجا والياكوزا، الحرب الازليه اللي دارت لمئات السنين. المهم بقى الاثنين بيروحوا للمطعم وعمالين يتكلموا عن ال7 مواسم يا معلم، ولكن في نفس الوقت الاثنين بيكونوا عمالين يفكروا في النينجا والياكوزا مين اللي قتل الجد. اي نعم انا قتلت واحد من النينجا امبارح، ولكن الموضوع ما كانش هين تماما، والاثنين في نفس اللحظه بيقولوا انا هقضي عليهم. ولكن يا صديقي شين خلاص جاب اخره، وبيقول لكيو انا زعلان جدا النهارده لان امبارح مات اهم شخص بالنسبه لي. فبيقول انا فاهمك، وبياخده في حضنه وبيقول له عيط من كل قلبك، وده اتهمر في العياط. يخرب بيت قلبك الطيب يا فنان. ثم ودع. والغريب بقى بالنسبه لكيو ان هو كان بيعيط هو كمان، ودوت اللي مخليه مش فاهم اللي بيحصل. وهو ماشي بقى مع اتباعه بيظهر عليه احدى المختلين بيكون عايز يقتله، بس اوزو بيتصدر الرصاص وبينقض عليه زي القطر. ده بيحاول يوقفه بالرصاص ولكن يا معلم مفيش حاجه بتقف قدامه، وبضربه واحده بيجيبه على الارض. بطلنا بقى وهو راجع نام في الطريق، طلع عليه شويه بلطجيه عايزين يقلبوه، ولكن ظهر واحد من النينجا وبحركه واحده بس من صباعه وخلص عليهم. والمعلم دوت بالمناسبه اسمه ماتسوموتو، شاله على ظهره ورجع بيه لمقر النينجا اللي الوصول ليه شبه مستحيل، لانك اي نعم هتركب مصعد عادي، ولكن انت علشان توصل لعش الغراب لازم تدوس على الزر الطبق الاول والتاني 50 مره في ثانيه واحده. الفجر بيعملها بيوصل للمكان المنشود، بترحب بيهم شيكي هي وقائد المنظمه ساي اللي بيكون متضايق جدا خلاص البركان فار على اخره، وقرر يبيدهم عن الوجود مره وللابد لان دراعه اليمين
مات، وقدرة القائد ساي هي التحول، يقدر يتحول لاي شخصية هو عايزها. ماتسوموتو بيهديه وبيقول له احنا معانا السلسلة بتاعت العجوز كايجي اللي فيها كاميرا، يعني هنعرف مين اللي قتله وازاي، بس بما انها مدمرة فهتاخد شوية وقت لتصليحها. واللي بيكونوا حاليا في القاعدة السرية للقوات الامريكية وعمالين يقتلوا الياكوزا اللي خارجين عن طوحهم. ماتسوموتو اول لما بيعرف مكانهم بيقول انا هتكفل بالمهمة ديت. شيكي بتحاول توقفه هي والقائد لان الشخص اللي موجود هناك دوت محدش قدر يهزمه قبل كده، ولكنه خلاص اتخذ قراره، انا اللي هنتقم للجد كايجي. وفي ظرف اقل من 5 دقايق كان وصل لهناك. يوزو حس بيه ولذلك طلب من الثلاثه الايتام دول ان هم يخرجوا علشان هم لسه مش جاهزين للقتال. الثلاثه بيكونوا رافضين في البدايه ولكن في النهايه بيخرجوا، وبما ان المحترم ماتسوموتو مرضاش ان هو يتدخل ويقتلهم فأوزو بيشكره، فبيقول له احنا بنفهم في الاصول برضه. ومن غير كلام كتير ماتسوموتو بيطير وبيفعل قوته وبيقول لهم انتوا حاليا في اعداد الموتى، ولكن دول ما كانوش خايفين ودوت بسبب قصائم النعيم. ماتسوموتو بيهجم بأنسلة اللهب بتحرق الاخضر واليابس حرفيا، النار بتاكل كل اللي بيقف قدامها، بيطلقوا عليه رصاص ولكنها ما بتجيش فيه او بمعنى اخر بتسيح. درجة الحرارة اللي خارجة من ماتسوموتو مش طبيعية، واخيرا بيولع في الاخير وفي ثانية الا ثانية بيكون خارم بطنه. الثلاثة اللي هربوا بقوا على الناحية الثانية، في 2 منهم ماتوا والثالث بيقابل بطلنا قدامه. الواد اول لما بيشوفه بيترعب جدا لان نظرة واحدة بس من شين خلته يدرك ان هو هالك، ولكنه ما بيرضاش يستسلم يا صديقي، وبيتذكر اوز لما تبناه وانقذه من التشرد، ولذلك بياخد كوبون النعيم وبيقف قدامه وبيقول له لو عايز تعدي لازم تقتلني الاول، وبيتجهز لمقاتلته. الواد كان خايف ولكن يا صديقي استجمع شجاعته وقال له تعالى، والاتنين انقضوا على بعض وضربه من هنا على ضربه من هنا. واضح كده ان التفوق للواد لان كل ما شين يهجم عليه مفيش اي حاجه بتاثر فيه، وده بسبب ان ايديه عامله زي الفولاذ. لكن الوضع دوت ما دامش كتير علشان شين استخدم نصل الظلام وفضل يهجم عليه بوابل لا يعد ولا يحصى لحد ما طير دماغه وقطع ايديه. نرجع تاني لماتسوموتو اللي بيكون قتل كل اللي موجودين وبيتحرك بقى علشان يخرج، ولكن هنا كانت الصدمه التي لا تصدق. اللي ماتوا بيقوموا تاني وكأنهم زومبي، حتى اللي النار اكلته بيقوم برضه. ايوه بيكتشف ان دوت بسبب قصائم النعيم اللي استخدموها. والتاني كمان اوز بيكتشف قوه ماتسوموتو وازاي بيقدر ان هو يستخدم اللهب، ودوت من خلال ان هو بيستخدم جلده وبيولد حراره، وبالتالي كده بيقدر ان هو يستخدم انسله اللهب، وكمان بيطير في الجو من خلال الطيار اللي بيطلعوا الحراره. اي نعم انا اكتشفت سره والطريقه اللي هتعامل بيها، ولكن انا هعمل ايه؟ بس مفيش اي وقت للتفكير. ماتسوموتو بيقول انا لازم اعرف شين والبقيه بسر الياكوزا، وبيبدا يستخدم في قوته علشان يخلص عليهم. ولكن يا صديقي هنا بينصدم صدمه حياته لما اوز بيطعن نفسه، وده بيشجع البقيه وبيقوموا وبيمسكوا يا صديقي ماتسوموتو وبيعملوا جسر من نفسهم، وده بينقض عليه زي القطر وبيقدر يطعنه في قلبه، ولكن على اثر ذلك راسه بتطير. كده تمت المهمه بنجاح، لكن التمن كان حياته. بيتحرك وهو عمال ينزف وبيشوف شريط حياته بيعدي قدام عينيه. لما كان في الميتم وما قدرش يسيطر على اللهب اللي خارج من جسده وبسبب كده كل اللي موجودين ماتوا، الواد دخل في حاله انهيار وقرر ان هو يقتل نفسه، ولكن قبل ما يعمل كده شين وقفه. الواد بيقول له ابعد عني يا اما هتموت زي البقيه، فبيقول له الحراره اللي انت مطلعها من جسمك ديت بالنسبه لي ولا اي شيء. طب انت ايه اللي جابك هنا؟ احنا عرفنا ان الميتم دوت تابع للياكوزا وهم بيربوكم علشان يبيعوكم في مزاد العبيد، ولذلك انا جاي هنا علشان احرركم. بس بما ان ماتسوموتو حرق الاخضر واليابس وشين لاحظ ان هو عنده نفس القدرات بتاعت النينجا فقال له انضم لينا وساعتها هتتعلم ازاي تتحكم في جسدك. ايوه رجعوا له الحياه بعد ما كان على حافه الهويه، ومن ساعتها وهو عنده مهمه واحده وهي خدمه النينجا لبقيه حياته. بيروح يطلع قصائم النعيم من بقه اوز ولسه بيكون هيكمل علشان يخرج، ولكن طخ. ايوه كما هو متوقع كيو يتدخل هو واتباعه وبيقول من الواضح كده ان كل نينجا عنده قدرات مختلفه، وبدل ما يعيط الصديق على اوز بيمسك دمه وبيحطه على وشه وبيقول له زي ما انت عارف انا من ساعه الحادثه اللي حصلت لي وانا ما بقدرش اعبر عن مشاعري، ولكنه بيعيط دم. شخصيه سايكو ملهاش اي حل يعني. وفي نفس اللحظه ديت بيوصل شين قد التقيا، ولكن للاسف يا صديقي ما بيكونش شايف مين الثلاثه اللي قدامه والعكس صحيح. كيو بيقول للجامو طب وشعر اصفر روح اتكفل بيه، لو ما خلصتش عليه في 3 دقايق هسيبك وامشي. فبيقول له تمام، واول لما بيخرج بينقض على شين اللي بيقدر ان هو يتصدى ليه، وكمان بيكون ليه اليد العليا وبيكون عمال يهجم عليه بهجمات سريعه وخطف. الواد اصلا بيكون بيتصدى لهجماته بالعافيه، بس بتيجي فرصه لجامو ان هو يجرحه في عينيه، ولكن بسبب كده بيخسر دراعه ودوت اللي بيسيبه في حاله صدمه. وبكده عرف ان خصمه مش هين ولذلك بيعرف عن نفسه، وشين بيعمل نفس الكلام
وبيتحركوا علشان يستكملوا المعركة. بس كيو بيتصل بجاموت وبيقول له ال3 دقايق خلصوا، انا فنجر المبنى اخرج من عندك. فبيقول له انا جاي، وقبل ما يطلع بيقول لي للواد اقسم ان انا لو شفتك في اي حتة تانية اعتبر نفسك ميت. وبدل ما يطرده راح لماتسوموتو وقال له انا كان نفسي اقول لك انك هتعيش ولكن للاسف دوت مش هيحصل. فبيقول له ما تزعلش، وبيعرفوا كل حاجة اكتشفها عن قصائم النعيم. واخر كلماته بيقول له شكرا على كل حاجة انت عملتها علشاني، وعلى فكرة انا كنت عارف انك كنت بتراقبني في اول مهمة انا خدتها علشان تحميني لو حاجة خطر حصلت لي. وكمان بيعرفوا ان هو بدأ يتابع الانمي اللي بيحبه. ودي كانت اخر جملة يقولها وبيفارق الحياة. شين بقى واقف وسط النيران وشايل جثة صديقه، وحلف يمين ان الياكوزا كلهم هيدفعوا الثمن. وفي المشهد دوت كيو بيفنجر المبنى بالكامل وهو قاعد زي الباشا في العربية وعمال يغني هو وياجيما. اما بقى شين بيرجع لعش الغراب وهو شايل جثة ماتسوموتو على ايديه. القائد ما كانش طايق نفسه واقسم هو كمان ان هو لازما يبيد الياكوزا. ايوه قرر يتحرك اخيرا. الواد ما كانش طايق ان هو يتكلم ولا يستفسر عن المهمة الجاية، ولذلك خرج علشان يصفي ذهنه شوية. ولكن بيجي له كيو، اركب انا عايز اتكلم معاك شوية. بيركب معاه وكيو بيقول له ببرود احساب انا النهارده مات لي واحد من اعز اصدقائي، وكان متضايق جدا بس تعابير وشه كانت زي التلج يا صديقي، تحس كده ان هو مش زعلان اصلا. شين بقلبه الطيب بيحاول يهديه وبيقول له انا مش عارف ايه اللي حصل مع صديقك، ولكن بما انه شخص مهم بالنسبة لك فانت لازم تكمل اهدافه وتندفع بكل ما اوتيت من قوة علشان تحققها. وعلى فكرة انا لو في نفس الموقف اللي انت فيه كنت هعمل كده. وبيتذكر الجد كايجي وماتسوموتو، فكيو بيحضنه وبيقول له على فكرة يلا انا حاسس انك اخويا الصغير. وبعدها بيودعه وبيقول انت فعلا معاك حق يا شين، انا لازم انتقم لصديقي. والتاني بيقول نفس الشيء، ده بيشجع ده علشان يقتل ده وده بيشجع ده علشان يقتل ده. بعد ما خلص كلامه مع شين راح قابل كاجيما واحد من الياكوزا، وده مطبق مقولة يا ارض تهدي ما عليك يهدي، كان بينيم المافيا من المغرب. وهم ماشيين في الطريق في شوية مختلين بيطلعوا عليهم بيحاولوا ان هم يقتلوهم، ولكن على مين يا باشا؟ ده بثلاث رصاصات بس قدر ان هو يدمر العربية باللي فيها، ودوت من خلال ان هو ضرب طلقة يهوشهم بيها. اما الطلقتين التانيين خبطوا في تانك العربية فبالتالي ولدت شرارة، ودوت سبب الانفجار. يخرب بيتك يا فنان. نرجع لمسرح الجريمة. الانفجار اللي كيو عملوه كان المحققين والشرطة موجودين، والساي قائد النينجا كان متنكر كواحد من المحققين بيحاول يلاقي اي دليل يدلهم على مكان الياكوزا، ولكنه للاسف ما بيلاقيش، ودوت اللي بيخليه متضايق جدا. تعال بقى صديقي اعرفك على اقوى 3 اشخاص موجودين في منظمة النينجا. الاول الناصر الجليدي ساكو، دكتور مخ واعصاب قد الدنيا، ايديه تتلف في حرير، لسه مخلص 10 عمليات سرطان، لا وكمان قدر يشيل 88 ورم في نص ساعة. التاني هو ريو، راجل الكهرباء بيحشق حاجة اسمها نسوان، وهو وساكو اخواته متشاركين الدم الملعون. التالتة هي الشيكي هاكر الفريق، الكمبيوتر هو ملعبها وحلمها ان شين يعبرها. التلاتة دول الزعيم ساي كان مستدعيهم علشان يتعاملوا مع الياكوزا. ساكو اول لما خد باله ان شين متعور في عينيه بحركة بهلوانية قدر ان هو يعالجها له. الواد كان مصدوم، ده اللي هو انت ازاي كده؟ لو مش عارف تضحك لغاية دلوقتي تعالى لي العيادة وانا هعمل لك عملية هخليك تضحك غصب عنك. فبيقول له لا يا عم انا مش عايز. ساي بيتكلم اخيرا وبيقول لهم انا استخدمت قصائم النعيم على فار ودخلته في مواجهة ضد دب، والصدمة قدر يهزمه هزيمة ساحقة. الكلام دوت كان زي الصاعقة اللي بيزلزلهم، عرفوا ان هم داخلين على حرب ابادة. وعلى الصعيد الاخر كيو كان واقف مع ياجيما اللي بيقول له سامع الاصوات دي؟ فبيقول له انا مش سامع اي حاجة. فبيقول له ديت اصوات البالغين اللي ما حققوش احلامهم ومكملين في حياتهم الروتينية المملة، امانيهم بتصرخ من جوه. كيو بيقول له خش في صلب الموضوع على طول، ناوي تعمل ايه؟ هجمع اصدقائي القدامى، واول واحد فيهم هو اريا المصفوع من مراته اللي بعد ما فلس وبقى مديون خلعته وراحت شافت واحد تاني. الراجل كان جايب اخره وقرر ان هو ينتحر، ولكن اتصال من ياجيما بيدب في الروح. تعالى التاني هو الشيكو، موظف فاشل بيتهان كل يوم من المدير والشركة كلها عارفة ان هو فاشل. ساعتها جات له مكالمة من ياجيما، تعالى المدير جه علشان يهينه كالعادة، ولكن يابا ده بيمسكه وبيفضل يضرب فيه. انا مستقيل اروح امك. الاخير لاعب البيسبول المشهور هيرو اللي كان واقف في الحلبة وهيضم رقم قياسي جديد، ولكن يا صديقي العزيز ما بيفرقش معاه لما بيجيله مكالمة من ياجيما، تعالى انت كمان. والمكالمة الاسطورية دي بتيجي لكل رجال ياجيما القدامى اللي حسوا ان عصرهم الذهبي هيرجع من تاني. ياجيما بقى بيعرف كيو ان هو مش بيعمل كده علشان الفلوس، لا ده عايز ينتقم من النينجا اللي دمروا احلامهم. وساعتها هيرو والاتنين التانيين بيجوا اللي بيقول لهم الدنيا فعلا دمرتكم على الاخر،
وبياخدهم بالحضن. حلمنا هيتحقق اخيرا. نسيبهم بقى ونروح لشين اللي بيكون واقف قدام الازاز وبيحاول يضحك ولكنه مش عارف. وفي الطريق كالعاده بيقابل كيو اللي بيفضلوا طول الطريق يتكلموا عن الانمي، وساعتها بتشوفهم شيكي بتروح ترحب بكيو اللي بيوصل له رساله وبيسيبهم. فشيكي بتستغل الفرصه وبتفضل ماسكه فيه بطلنا يا معلم وهو مش عايزه تسيبه، وشكلها كده وقع على الاخر يا معلم. بالليل بقى كيو وياجيما بيجمعوا 30,000 عربيه واكتر من 50,000 راجل ناويين على خراب المدينه. وبما ان شيكي الكمبيوتر لعبتها فبتقدر ان هي تكتشف خطتهم، بس مش ده اللي بيصدمها. الصدمه الحقيقيه هي حقيقه كيو، عرفت هو مين. بيبداوا في تنفيذ خطتهم. طوكيو بقت خرابه، الشرطه بتحاول توقفهم ولكن انتوا بتعملوا ايه؟ دول بيدمروا كل اللي بيقف قدامهم، بريء او مذنب مش مهم، كل ده تحت اسم الحريه. واللي هم بيعملوه دوت كانت رساله للنينجا، يعني بيستفزوهم، ودوت كان تحليل شين واللي هو صح. هم اكتر من 50,000 شخص واحنا 5، ولكننا اكتر من كفايه علشان نبيدهم عن بكره ابيهم. هم اللي بدأوا، وكل واحد من ال5 بيتكفل بمنطقه، وبالفعل بيتحركوا. اول واحد بيوصل للمدينه اللي متكفل بيها هو شين اللي بيتصدى لاكتر من 60 عربيه في لمح البصر. بعد ما جابهم على الارض بيتحرك. نروح بقى لساي اللي بيكون هو كمان وصل، واللي عمله الفنان الاول بيعملوا الجحد ده. شيكي بتوصل لمنطقه اوسكو وبتستخدم سحر الاحلام وبتخليهم يخبطوا في بعض، والاخوين هيتكفلوا بايرا وشيكي اللي بيستخدم السيف. مفيش اي حاجه ما بيعرفش يقطعها، وبما انه بيستخدم السيف فافضل خصم ليه هو سيكو اللي بيعرف عن نفسه وبيقول له تعالى لي يلا، ودوت بدون اي تردد بينقض عليه. بيكون خلاص هيسيبه، ولكن على مين؟ ده سيكو عمك وعمك جامدين، يا دوب بس بيحرك ايديه بيجمده، وده باستخدام شعره. بيستخدم كام خصله منهم وبيحركهم في الهواء بسرعه خارقه، ودوت اللي بيولد تيار هوائي غريب بيسبب هبوط سريع في درجه الحراره، ودوت اللي بيخلي المحيط حواليه عباره عن ثلج. هزم خصمه. المعركه الثانيه ريو ضد ايرا اللي بيهجم عليه وبيقدر ان هو يسيبه في وشه، ولكن الغريب ايديه بتتكسر وهو اللي بيتضر، وده بسبب التيار الكهربائي اللي بيخرجه ريو، لان كل ما الخصم بتاعه كان اقوى كل ما كان الضرر اللي بيتلقاه بينتقل للخصم. ومن هنا بتبدا الكهرباء والثلج، كهرباء وثلج، لحد ما بيتشوى صديقه والتاني دراعه بيتقطع. ولكنهم مش بيستسلموا، عندهم استعداد يخاطروا بحياتهم علشان ياجيما يحقق حلمه، مع الرغم ان هم عارفين ان هم هيموتوا ولكن بينقضوا عليهم برضه. ودي كانت اخر حركه يعملوها لانهم بيفارقوا الحياه. تمت المهمه بنجاح. نرجع لساي اللي بيواجه هيرو بطل البيسبول الامريكي اللي بحركه واحده بس منه بيعمل احصار في المكان. بيستغل الفوضى ديت وبيهجم على ساي، ولكن ده كان عنده ردة فعل اسرع منه، وبيقول فعلا زي ما قال ماتسوموتو بالظبط، المخدر دوت هو اللي بيخليكم عباره عن زومبي، بيخليكم ما تحسوش بالالم. ساي بيقول له على فكره انا من اشد معجبينك وبسببك انا حبيت البيسبول، بس لسه هبطل زيك بكل المجد دوت ينضم للياكوزا، ما اظنش انك محتاج فلوس. ساعتها بيتذكر حياته البائسه وان هو كان حرفيا ناوي ينتحر، ولكن البيسبول هي اللي رجعته للحياه من تاني. طالما انك بتحبها كده ارجع لرشدك، ولكن للاسف لقد فات الاوان، انا لازم ادمر المدينه. فبيقول له انت اللي جنيت على نفسك، وبيدخلوا معارك بالمضارب واشتبكوا الاثنين بيعمل احصار في المكان. هيرو كان في كميه الانشكاح. ساي بعد ما فوقه طير المضرب من ايديه، وواحده كمان فصل راسه عن جسده. بعد ما خلص مهمته بيتحرك علشان يمشي، ولكن الوزير بيوقفه وبيقول له انضم لينا انت ومنظمتك، ولكنه بيرفض. احنا ما بنتبعش اي حد، وكمان ما تقلقش احنا مش بنأذي الابرياء. نرجع لشين اللي بعد ما دمر الاسطول اللي قدامه بيتحرك بقى وبيواجه ياجيما اللي ما بيترددش في قتل واحد من اتباعه علشان يخوف الواد، ولكن دوت يابا عامل زي الاسد ما بيخافش، فبيضطر ان هو يعرف عن نفسه، وكمان بيستفزه اكتر واكتر وبيقول له انا اللي قتلت ماتسوموتو. وفعلا خطته بتنجح. لسه بيكون هيتحرك قام دوت كسر الارض اللي تحتيه وضرب رصاص عليها، ايوه الرصاص اللي معاه مرتد، وبكده بيحصروا من كل الاتجاهات. الواد بيحاول يتفادى الهجمات بالعافيه. الذخيره بتاعت ياجيما ما بتخلصش. لسه بيكون هيتحرك ولكن دوت بيكون جاي بترسانه يا معلم، بيطلع الاثنين التانيين وبيفضل يطلق عليه، والمره دي بقوه اكبر وسرعه اكتر. الواد بيقع على الارض وبيقول له هي دي بقى حياه الكبار، عباره عن ارهاق ليل نهار. دوت اول درس هعلمه لك، بس شكل كده مفيش تاني لانه بيديله الطلقه في دماغه. وياجيما كان متضايق جدا لان لو قوه النينجا بالضعف ده سببوا لهم الرعب ده كله، ولكن تعابير الغضب دي بتتحول لفرحه لان شين بيتحرك وبيقدر ان هو يسيبه في وشه. وبيتضح بقى صديقي ان الرصاصه لما لمست جلده حود مخه بنفس سرعه الطلقه، وبكده هي طلعت لبره وما صابتوش اصابه مميته. الواد كان مصدوم ومبهور من قوه النينجا اللي فعلا عاتيه. في لحظتها شين بيتذكر شيكي لما قالت له احنا الكبار الحياه مرمطتنا، المصايب كانت بتجيلنا من فوق وتحت ويمين وشمال وما كناش عارفين نتصدى ليها، في اللي بيستسلم وفي اللي بيقوم اقوى، وانا كنت واحده من المستسلمين لان الصعوبات دمرتني بالكامل. وبما اني كل ما كنت بحاول بقع فقررت الاستسلام للابد، وهو دوت شعاري الاستسلام التام. في لحظتها شين بيدرك ان ياجيما كان عنده حلم عايز يحققه ولكنه ما عرفش، ودوت بقى سبب غضبه وانتقامه من المجتمع. الواد صرخ فيه وقال له انا مش هكون واحد زيك، وده ايه اللي ضايق ياجيما، ولذلك
ولذلك بدا يطلق عليه رصاص، وبما انه مش قادر يتحرك بسبب رجله فبيتفاداه وبيبدا يدمر في الارض اللي تحتيه. الحطام بيتطاير في كل المكان وشين بيطير معاه. ايوه استخدم يا صديقي طريقه ياجيما في القتال واللي هي الارتداد، وبدا يتحرك بسرعه خارقه للطبيعه. التاني بيحاول يسيبه بالرصاص ولكنه ما بيعرفش لانه بيستخدم الارتداد ونصل الظلام، وفي لمح البصر بيقدر ان هو يقطع دراعه، ولكنه بيكون زعلان علشان ما طيرش دماغه، ولذلك بيستخدم الحركه من تاني ولكن المره دي السرعه خارقه للطبيعه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ياجيما بيحاول يتتبعه علشان يقدر يسيبه ولكن بدون اي فائده ترجع. فبيبدا يفكر هو انا ايه اللي خلاني اعمل كده؟ انا جمعت 30,000 عربيه و50,000 من اتباعي واعز 3 من اصدقائي ضحوا بحياتهم علشان ينفذوا خطتي، هو ايه الغايه من ده كله؟ ايه الغايه من ده كله؟ في وقتها بنعرف ان هو كان محبوب ما بين الناس واللي كان بيعمل له خدمه كان بيردها له اضعاف مضاعفه، وساعتها لقى بنت الحلال واتجوزها وخلفوا هنا، والحياه كانت جميله بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ولكن في يوم وليله مراته خلعته واتجوزت زعيم المافيا، وهو ما كانش عنده اي مانع طالما ان بنته طلبتها تكون مجابه، ولكن زي ما هو متوقع النينجا اقتحموا المكان وقتلوا كل اللي موجودين حتى البنت الصغيره، وفي لحظتها تحول لشاب يائس بائس فاشل مش طايق الدنيا لحد ما قابل كيو. نرجع لوقتنا الحاضر وده بيرفع المسدس على نفسه وبيقرر ينهي حياته لان حس ان كل اللي بيعمله دوت غلط في غلط، وانه لو استمر كده هيدمر حياه غيره، وبيطلق فعلا على نفسه. بس هنا كانت اللعبه بما ان الرصاص بتاعه مرتد فبيخلي الرصاصه تلف جسده بالكامل وبتخرج من عينيه. بس انت فاكر ان هي هتصيب شين؟ لا 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 والله بيقدر ان هو يتصدى ليها. ايوه عرف ان هو بيعمل خدعه ودوت بسبب نيه القتل اللي خارجه منه، وبحركه تانيه بيخلص عليه. تمت المهمه بنجاح. ننتقل بعد ذلك لشيكي اللي بتكون نشره سحر الاحلام في كل المكان، وكانت مأثره على جاموت اللي بيحلم بامه وهي بتحضنه وبتقول له انا بحبك. بس في نفس اللحظه اصدقائه اللي ماتوا بيقولوا له قوم علشان تنتقم لينا من النينجا. الواد بيقوم فعلا وبيواجه شيكي اللي بتستخدم نفس السحر وبتستغل الفرصه ديت علشان تقتله، ولكنه بيقدر يفوق على اخر لحظه، ودوت اللي بيسيب شيكي في حاله صدمه. ده اللي هو انت ازاي كده؟ الواد بيفهم اللعبه ولذلك بيغطي وشه بالكامل علشان ما يشمش اي ريحه، بس في نفس الوقت هو كده مش هيقدر ان هو يسيبها، ودوت كان تفكير شيكي ولكنها كانت مخطئه بالكامل يا صديقي. ده بيقدر يسيبها في ايديها وبيقول انا شايف بوضوح انا شايف بوضوح، وده بفضل امي لانها على طول كانت بتغطي وشي وبتفضل تلعب معايا، وبكده انا بقى عندي الحادثه السادسه. وفي وسط ما هي بتحلل قدرته الواد بينقض عليها وبيقدر ان هو يطعنها في نص الكبد، ودي ضربه مميته وما بيوقفش لحد كده، لا ده بيروح يكمل عليها. خلاص هيطير دماغها ولكنها بتتصدى ليه، لسه هتستخدم السحر فبيبعد عنها وبيروح عند كيو بيقول له انا قتلت واحده من النينجا. وشيكي بقى كانت بتلفظ اخر انفاسها ورغم دوت بتحاول تتحرك عايزه تقتل كيو علشان شي ما ينصدمش فيه، ولكنه بيمشي وهي بتتقبل مصيرها، وشريط حياتها بيبدا يعدي من قدامها. ابوها وامها اللي ماتوا واصدقائها اللي بيبعدوا عنها من غير اي سبب، واللي زودت هنا بقى ان هي كانت ماده سامه بوظت وشها وده اللي دمرها بالكامل. ولكن شين بقلبه الطيب قال لها انت جميله. اللي بيوصل وبيلاقيها ميته وبيعرف ان جاموت هو اللي قتلها لان سلاحه موجود وبيتوعب بقتله كالعاده. اما التاني كيو بيروح عند ياجيما وبيكون متضايق ان صديقه مات، بس بما انه ما بيعرفش يعبر عن مشاعره فبيولع له سجاره يا صديقي وبيقسم هو وجاموت ان هم هينتقموا له. تاني يوم بالليل كيو بيعزم شين على العشاء ودوت بيروح وبيفضلوا يتكلموا عن الانمي وتحديدا الشرير اللي قتل احد الابطال في الموسم السادس وموت احد الابطال بنفس الطريقه اللي ماتت بها شيكي، ودوت اللي بيضايق شين جدا. بيحاول ما يبينش وكيو مكمل كلام، اما جاموت بيكون قاعد مع جثه امه المحنطه وبيقول انا هستمر في عمل الشر يا امي زي ما انت علمتيني، وفي النهايه انا هقتل كيو لان هو السبب في موتك. المهم تاني يوم سيكو بيكون شرح جثه شيكي وعرف ان هي ماتت بطعنه في الكبد بدقه مرعبه بطريقه مش طبيعيه، ودوت اللي بيسيبهم في حاله صدمه. ازاي شيكي تموت من مجرد طعنه؟ كانوا فاكرين ان هي ماتت بسبب السم، ودوت معناه ان الياكوزا عندهم شخص عنده دقه لا مثيل لها في استخدام المبارزه، وبكده لازم يخلوا بالهم علشان ممكن يموتوا بنفس الطريقه اللي ماتت بيها. وشين بيعرفوا ان الشخص اللي قتلها هو جاموت لانه لغايه دلوقتي ما قابلش اي حد عنده نفس دقته في استخدام السكاكين، واللي مزود الطينه بله ان في معلومات كتيره جدا على حسب شيكي بس مش عارفين يفتحوه. وصاحبنا بيكون عمال يفكر في كلام كيو لما قاله لو انت عايز تبتسم مره تانية لازم أن تتعرف على اصدقاء، لان من الواضح كده ان وجودهم هو اللي هيخليك تبتسم وبالتالي الدنيا هتحلى في عينيك. وهو بيقول الكلام دوت بيتذكر ياجيما. وفي صباح اليوم التالي بنشوف رئيس الوزراء وهو متنكر، او ده اللي بيحاول يقنع نفسه بيه لان الكل بيكون عارفه. المهم بنعرف ان هو جه مهرجان الانمي علشان يشتري لعبه لحفيدته وتحديدا انمي البرنسيسه اللي صاحبنا بيتابعه بما انه صديقي مذكور فطبعا لازم يلاقيه جنبه وبيساعده يشتري الهديه المناسبه وبيعرف عن نفسه، وكالعاده بيحاول يضحك لانه مبسوط بالمحادثه بس ما بيكونش عارف. ولما بيعرف الوزير اللي متنكر فبيحاول ان هو يضحكه ولكنه بيفشل، وفي الاخر بطلنا بيعرف ان دوت رئيس الوزراء بس بطريقه عبثيه. وبعدها وهو راجع في الطريق بيخبط في مين؟ ايوه جاموت اللي بيقول انا مش جاي علشان القتال
مايكل انا عايز اتكلم معاك شويه. بيروحوا يقعدوا في احدى الكافيهات. انت اللي قتلت شيكي صح؟ ايوه انا اللي قتلتها على فكره، هي كانت قويه جدا. انت اللي قتلت ياجيما صح؟ يبقى احنا كده متعادلين. ولكنه بيلاحظ ان دوت مش مرضي، فبياخد قصائم النعيم وبيقول له خلاص خلينا نبدا. فبيقول له كان بها وبالاستيكه بيكسر الكاميرا، وبتبدا المطحنه والاتنين بيتحركوا بسرعه خارقه للطبيعه، ودب الطخ وشين يهجم ودوت يتصدى ليه بكل سهوله. لو كمان بيستفزه، واخر لما بيليش اي فايده من المعركه بيديله واحده بيطيره وبيقول له انت مش ند ليا. ولولا ان شين قدر ان هو يتجنب الهجوم دوت كان زمانه ميت، لانه بيستقصد كبده. وبيقول له برافو برافو، انت اول شخص يقدر ان هو يتصدى لطعنتي، خلينا نكمل معركتنا بعدين. وبيسيبه وبيمشي. في نفس الوقت دوت بنعرف بقى ان جاموت عامل عصابه من المختلين، بيبعتهم في مهمه لقتل احدى عصابات المافيا. بيوصلوا للمكان المنشود، المافيا بتحاول تتصدى ليهم ولكن كانت تمن رؤوسهم وهي طخ الشيك، ونازلين قتل فيهم بدمويه مش طبيعيه. نائب زعيم العصابه بيقدر ان هو يخبي الزعيم، بيكون لسه هيطمن ولكن بوم كانت تمن حياته. وفي النهايه الحمار بيموت، ما بقاش غير اخر واحد اللي بيوزع بيطير دماغه. وبكده المهمه خلصت بنجاح والفضل يعود لقصائم النعيم. في نفس الوقت دوت رئيس الوزراء فضل سهران طول الليل بيتفرج على الانمي اللي شين رشحه له، بس بما انه مشغول فبيقرر ان هو يقرا السكريبتات بتاعت افضل كاتب في المحافظه. وبما ان شين مشارك في المسابقه ديت، فاول لما رئيس الوزراء بيشوف اسمه بيقرر ان هو ينجحه واسطه يعني ملهاش اي كلام. وفي اليوم اللي يليه شين بيروح يعرف كيو ان رئيس الوزراء قبل بالسكريبت بتاعه وهيخليه يكتب في الانمي المفضل عنده، ودوت اللي بيخلي كيو مبسوط اكتر منه. وبيقول له انا فخور بيك جدا لدرجه ان انا هروح معاك حفل توزيع الجوائز. وفي اللحظه ديت جامو بيوصل على المكان وبيشوف المنظر اللي قدامه دوت. شين حس بحاجه غريبه، بيلف علشان يشوف هي ايه ولكن اختفت، لم يعد لها وجود. والواد كان مبسوط جدا، رجع لعصابه الزجاج بتاعته وبيعلمهم يا صديقي الساديه على اصولها. وبعد الخطاب الفجر دوت بيقول لهم احنا عندنا طلعه جديده وهنقتل ناس مهمين جدا، يعني هناخد فلوس ملهاش اول من اخر. الكل كان في كميه حماس وعايزين يعرفوا ايه المهمه ديت. فقام ده كمل كلامه وقال احنا قلوبنا اتقتلت بسبب العالم واهالينا، ولذلك علشان نخرج الغضب اللي جوانا دوت لازم نقتل، وهي ديت الطريقه اللي احنا بنعيش بيها. وانا بتمنى من صميم قلبي ان احنا نقابل النينجا اللي قتلوا اصدقائنا، يلا بينا علشان ننتقم. وبيتحركوا. تخيل بقى مهمتهم ديت فين؟ ايوه مقر رئيس الوزراء علشان يقلبوها المجزره. وشكل كده ان كيو وشين هيعرفوا حقيقة بعض. وعلى الجانب الاخر شين كان بيجهز علشان يروح يستلم الجايزه، وكان متوتر يا صديقي العزيز بطريقه مش طبيعيه، بس اصدقائه بيشجعوه وكيو كان مستنيه. وكان مستغرب من تصرفات جاموت الفتره الاخيره لانه ما جاش في الميعاد اللي هو حدده علشان يعرفه على شين. وفي مقر الحفله بقى رئيس الوزراء بيكون قاعد مع المساعد بتاعه، بيقول له الواد شين دوت فعلا الكتابه بتاعته جامده جدا، ولكن المساعد بيكون فاكر ان هو بيطبله علشان هو اللي ساعده يشتري هديه لحفيدته، ولكنه بيطمنه بيقول له ان الكتابه بتاعته فعلا قويه، وده بسبب ان هو عنده طيبه بتخلي الناس تنجذب ليه. بس المشكله ان هو ولا بيبتسم ولا بيضحك، فبكده اللي قدامه هيفتكر ان هو مش طايق ميتين امه. ولذلك بما انه هيقف على اهم مسرح في اليابان فانا عايزه ينبسط اول لما سلمه الجايزه. بتبدا الحفله وبما ان رئيس الوزراء موجود فالحراسه بتكون مشدده، وكيو ما كانش عنده اي مانع لان كده مش هيعملوا اي مشاكل. بعد شويه الوزير بيسلم الجايزه لشين اللي بيكون جواه كوكتيل مشاعر ملوش اول من اخر، واخيرا بيبتسم للمره الثانيه. ولكن سرعان ما الابتسامه دي بتتحول لغضب. ايوه جاموت حضر هو وعصابته وبينزلوا ردم فحت فشخ فت في كل اللي موجودين، وكل اللي فارق مع العصابه هي النقط. كل ما كان الشخص اللي بيقتلوه مهم اكتر كل ما النقط بتزيد. في واحد منهم بيوصل لرئيس الوزراء وخلاص هيقتله ولكن المساعد هو اللي بيموت مكانه. الضيوف بتحاول تهرب ولكن اللي هيعدي الخط دوت هيموت. جاموت بيظهر لهم على الشاشه وعمال يتكلم بطريقه محدش فاهمها، ففي الاخر بيضطر ان هو يخش في صلب الموضوع. كل اللي في المبنى ما عداكم ماتوا وانا زارع قنبله يلا لازم تلاقوها، ولكن المشكله ان ناقص 5 دقايق 1 2 3 4 5 بوم القنبله بتتفنجر. في قنبله ثانيه انتوا لازم تلاقوها باسرع وقت ممكن لانها اقوى من الاولى ب100 مره، وعلشان ما انساش صح هي هتنفجر بعد ساعه، يلا دوروا عليها. وفي الوقت اللي انتوا بتعملوا فيه كده طبعا هنكون بنقتلكم. طبعا بعد الكلام دوت الكل بيكون في حاله هلع وبتبدا عمليه البحث عن القنبله. اما كيو كان واقف مكانه وقال فعلا يلا انت شر غير محدود، كل حاجه انت عاملها بالشعره، ولكن المشكله يا ابن الصرمه ان التوقيت غلط. شين بقى اللي بعد ما سمع الكلام دوت وكمان كلام مساعد الوزير كان هينفجر من الغضب لان فعلا طلع ان الوزير شخص طيب من صغره وعايز يرسم الابتسامه على شعبه باي طريقه ممكنه. واخيرا شين بيتحرك واللي بياخد منه واحده ما بياخدش الثانيه، وكده هو عنده مهمه انقاذ المواطنين وفك القنبله قبل ساعه. وبعد طبعا ما يخلص المهمه ديت هيروح يعمل مع جاموت الجلاشه. على الناحيه الثانيه المحافظه كانت محاصره وخلاص هتموت، ولكن سيكو واخوه بيقتحموا المكان وبينقذوها.
وبما ان الاثنين دول موجودين فساي اكيد موجود، وطبعا بيكون متجسد كانه واحد من اعضاء العصابه اللي اول لما بيرخوا دفاعهم هو بيخلص عليهم، وساعتها بيحس بنفس الشعور بتاع الحرب الازليه. واللي مخليه مستغرب اكتر واكتر ان هو حاسس ان في حاجه غريبه بتحصل، لكن في حد كتب سيناريو وهم بينفذوه، والراوي بياكد على كلامه وان الحرب هتبدا من مقر رئيس الوزراء. في الحمام بقى كيو ما بيكونش عارف يعمل ايه لانه ولا معاه قصايم النعيم ولا حتى معاه اسلحته. بعد ما بيخرج بيلاقي واحد قدامه وبيقرر ان هو يقتله على الرغم ان النقط بتاعته قليله. وهنا يا صديقي بننصدم لما بنعرف ان كيو ابو جاموت، ولما البنت دي بتساله ليه نقط كيو قليله فبيعرفها ان لو هو حط القيمه بتاعته الحقيقيه كلها هيطرده وبالتالي اكيد هيموتوا، وطبعا هو مش عايز حاجه شبه كده تحصل. واللي بيكون حاليا الشخص اللي كان عايز يقتله بيفضفض له وبيعرفه قد ايه ان هو بيعاني في العالم، فبيحضنه وبيقول له اهدى فضفض زي ما انت عايز. واول لما بيعرف مكان القنبله منه بوم بيطير رقبته. وهنا بنعرف منه ازاي قتلوا على الرغم ان هم واخدين قصائم النعيم، والمفروض اصلا ان اجسادهم عباره عن فولاذ وما بتتقطعش بسهوله. اللعبه بتكون في سنتيميلي في فقرات الرقبه، هي ديت نقطه ضعفهم. وبما ان عصابه الزجاج اللي هم دول ما يعرفوش نقطه الضعف ديت فكيو كده يقدر ان هو يخلص عليهم كلهم. وساعتها كيو بيكشف عن قيمته الحقيقيه وهي 800,000 نقطه، صدمه بكل المقاييس لان دوت معناه ان هو اخطر شخص في اليابان. الواد كان فاكر ان هو لما يعذبه هيحس باي نشوه، ولكن دوت ما حصلش، ودوت اللي مخليه مش فاهم ليه، لدرجه ان هو لما بيقعد مع اي حد هو بيحبه ما بيكونش حاسس باي شعور. والموضوع دوت بقاله كتير، ولكن كل حاجه بتتغير لما بيقعد مع شين، بيزعل وبيفرح وبيحس بكل المشاعر. ابنه بقى وايده اليمين بيقرروا ان هم ينفذوا العمليه الاخيره. في نفس الوقت دوت ساي بيكون عارف مكان القنبله، بس الوصول للدور الرابع مع عدد الياكوزا دوت مش هيكون سهل بتاتا، وهو غرقان في تفكيره كده في حد بيهجم عليه بيقدر ان هو يصيبه ولكنه ما بيقتلوش، وده اللي بيسيب صاحب الهجوم في حاله صدمه لان الرمح اللي معاه دوت ولا بيطلع صوته وسرعته خارقه، فازاي قدر ان هو يتفاداه؟ بس الصح ديت حاجه متوقعه من النينجا. ساي عرف في اللحظه ديت ان لو الهجوم دوت جه فيه حرفيا هيقتله، ولذلك بيحاول يهرب. بس على مين؟ الشخص الرفيع دوت عنده قدره سمع خارقه للطبيعه، وفي لمح البصر بيقدر ان هو يحدد هو فين وفي انهي دور بالظبط. بيعرف التاني اللي بيهجم عليه على طول، بس بيقدر ان هو يتفاداها على اخر لحظه. اهرب زي ما انت عايز بس انا هعرف مكانك، اهرب ده عندها يلا. وبيستخدم قوته وبيبدا بقى يطلع له، ولكن التاني طبعا مش هيسيبه لان المجال اللي بعيد لعبتهم، اما الاشتباك القريب ديت نقطه ضعفهم. ساي بيلقطها وهي طايره، ولذلك بيتحول لعيل صغير وبيبدا يتحرك بسرعه مش ادميه. التاني حس بيه لسه بيكون هيهجم عليه، ولكن لقد فات الاوان يا روح امك. اخيرا وصل لهم وقال لهم انتوا في اعداد الموتى. وبالمناسبه يا صديقي الرفيع دوت اسمه اوردر، اما العملاق دوت اسمه اتاك. وقبل ما يموتوا بيبداوا يتذكروا ماضيهم. اوردر الغني عيلته كانت عايزاه يتفوق في كل شيء علشان لما يتخرج يستلم الشركه من بعد ابوه، وكمان يجوزوه جواز سياسي، فكان الملجا من الضغط ده كله هي الالعاب. وفي العالم الافتراضي دوت اتعرف على اتاك الشاب المتوحد اللي بيحشق حاجه اسمها جيمنج، ولكن بسبب ضغوطات ابوه ان هو عايزه يستلم صاله الكاراتيه من بعده فكان بيدربه، بس التدريب بتاعه كان تقيل شويتين. وبكده الاتنين اتعرفوا على بعض وشكلوا ثنائي ملوش اي مثيل، وقدروا يهزموا افضل تيم في العالم. وطبعا في شركه عرضت عليهم عقد رعايه، الاتنين كانوا هيطيروا من الفرحه، بس يا فرحه ما تمت. العيلتين كانوا رافضين الموضوع رفض تام لدرجه ان ام اوردر كانت هتنتحر، فاضطروا ان هم يهربوا من البيت. والاتنين اقسموا على تحقيق احلامهم، ولكن يا صديقي تهب الرياح بما لا تشتهي السفن. وهم بيهربوا في عربيه خبطتهم، اوردر خسر دراعه ورجليه، واتاك خسر عين الاتنين، وكان عمال يصرخ وينادي على اوردر ولكنه ما كانش قادر يتحرك. نرجع بقى لوقتنا الحاضر وساي يفصل رقبه الاتنين، واوردر كان عمال ينادي على اتاك لانه مش حاسس بيه على ظهره. الواد بيرد عليه بس ما كانش عارف يوصل له، فساي بيقرب الرصين عن بعض والاتنين بيفضلوا يتكلموا لحد ما بيموتوا مبتسمين. نروح لجليد وكهرباء اللي بيكونوا عاملين ثنائي ملوش اول من اخر، اللي بيلمحوه حرفيا بيشلحوه، وهم مكملين في طريقهم وعاملين ثنائي ملوش مثيل. ريو بيسمع صوت انثى محتاجه المساعده، فبيسيب اخويا معلم وبيفتح سبرنت على هناك. البنت بتكون متحسره وخلص هتموت، ولكنه بيوصل على اخر لحظه وبيستخدم قوته، ولكن الغريب بيقدروا ان هم يتصدوا ليها، وهو بيجري كده بيفضلوا يطلقوا عليه رصاص ولكنه بيقدر يتفادى كله. بعد ما بينقذ البنت بيلف لهم، ولكن دول ما بيدولوش اي فرصه وبيفضلوا يطلقوا عليه، بس مش بنفس الرصاص، المره دي مختلف عن الاول واللي فعلا بيأثر فيه. واثناء ما هو مشغول التانيه بتطلع بازوكا وبتهجم عليه بيها، فبيستخدم قوته وبيتصدى للهجوم، وهجومه كمان بيكون مكمل. ولولا مشاعر بنفسجي كانت التانيه ماتت. وهنا بنعرف ان مهاراتها هي استشعار الخطر، اما التانيه بتقدر ان هي تتحكم في الهواء زي ما هي عايزه، وهم الاتنين لما بيتحدوا محدش بيقدر يهزمهم. وبالفعل هو دوت اللي بيحصل، وخيبتها بيكون على الارض. وقبل ما يموت بيقول لهم انا شايف من عينيكم قد ايه انتوا عانيتوا في حياتكم، ولذلك علشان تعيشوا بتضطروا انكم تقتلوا الناس على امل ان هم يحسوا بمعاناتكم، ولكن اللي انتوا بتعملوه دوت خطأ 100%، وانا حاسس بنفس الشعور لان انا مريت بنفس التجربه بتاعتكم، ولكن رغم دوت انا لازم اقتلكم علشان اللي انتوا بتعملوه دوت خطأ 100%. هو انت فاكر بحالتك دي هتتعملها؟ اكيد لا، ولكن طالما ان اخويا معايا يبقى محدش يقدر ان هو يقف
قصادنا. اللي بيظهر وبيقول له انت فعلا اخ غبي جدا، فبيقول له سامحني يا اخويا. وبنفسجيه الشعر حست بنيه القتل المدمره اللي خارجه من الاثنين اللي في نفس اللحظه بيستخدموا قوتهم. البنت حست ان مفيش اي مكان يقدروا يهربوا منه، ولذلك زقت اختها بعيد وطلقت الهجوم كله لوحدها. وهنا بنعرف ان الاثنين دول توأم، واحده اتولدت بوش ملاك اما الثانيه اتولدت بوش شيطان، وبسبب كده كانت بتتعرض للتنمر في الراحه والجايه، وده اللي حولها لوحش كاسح نارها ما بتطفيش غير بالدم. اما الثانيه بقى صديقي البيت اللي المفروض يكون امان لاي حد كان عباره عن جحيم بالنسبه لها. ابوها كان ناوي يغتصبها، الام منعته اكتر من مره ولكن الاب كان مصمم فاضطرت ان هي تقتله وقتلت نفسها بعديها. وبكده الاثنين بقى ارواحهم مشوهه، وبما ان العالم رافض دي ودي فالاثنين لجوا للعنف علشان يحسسوهم باللي هم حسوا بيه، وطبعا قاموا ترحب بيهم. ودي بقى صديقي قصه الاخوين. نرجع بقى لوقتنا الحاضر. بنفسجيه الشعر رقبتها بتطير امام انظار اختها اللي بيتجن جنونها بتحاول تستخدم السلاح، ولكن سيكو بيكون يستخدم قدرته ويجمده، بدل ما القذيفه تطلع من قدام بتطلع من وراه. التاني طبعا بيستغل الزخم دوت وبيفصل راسها عن جسدها، وعلى الرغم ان هي ماتت ولكن كانت مبسوطه جدا لان حلمهم اصلا من البدايه الموت يا صديقي. بعد ما الاخوين بيمشوا جاموت بيوصل وبيقسم ان هو هينتقم لكل اللي ماتوا. شين بقى على الجانب الاخر كل اللي بيحتل الطريق وبيكون مصيره الموت. وصل للطبق الثالث بيطلب من الفار ان هو يروح يدور على القنبله ويحدد له مكانها بالظبط علشان لما يوصل للطبق الرابع ما يضيعش اي وقت. وكيو هو كمان بيكون بيتحرك وبيقتل في اطفال الزجاج وبيطلع من معدتهم قصائم النعيم وبيستخدمها. اي نعم مفعولها مش كامل بس هتفيده شويه. وهو حاليا مع سكينه ومسدس اللي فيه رصاصتين. بيظهر قدامه 3 بنات اللي بينقضوا عليه، لسه بيكون هيتعامل معاهم ولكن بوم ال3 راسهم بتطير. واللي عمل كده هو شين. طبعا هو بيكون مستغرب وبيقول له هو ايه اللي حصل، فبيصيح عليه وبيقول له حتى انا ما اعرفش، في حد عدى من جنبي بسرعه مش طبيعيه وهو اكيد اللي عمل كده. فبيطمن على الجرح اللي في عينيه، بس الجرح اللي على عينيه دوت بيخليه يتذكر كلام ابنه لما قال له انا اتعاملت مع واحد من النينجا شعر اصفر، وواضح كده ان هو بدا يشك فيه. الواد بيحس بكده بس دوت ما بيدلوش اي فرصه وبيقول له تعالى معايا للطبق الرابع، انا سمعت منهم ان هم حاطين قنبله هناك، ما تقلقش انا متعلم فنون الدفاع عن النفس. فبيتحرك معاه. الخير والشر الاثنين بقوا اصدقاء من غير ما حد يعرف حقيقه التاني. ثم وقعت الكارثه اللي قضت على صداقتهم. فهل يا ترى دوت اللي هيحصل ما بين الاثنين اللي في نفس الوقت دوت بيكونوا مستخبيين بس سرعه ما في واحد بيوزع عليهم بكره خارقه كانت هتطير راس صاحبنا بس قدر يتفاداها على اخر لحظه بمساعده كيو. واكس هو اللي عمل كده، ثالث اقوى واحد في منظمه الزجاج اللي بيشبه على الاثنين، بس بما انه نسي هم مين فبيوزع مره تانية عليهم، والمره دي كانت على كيو فشين بيرد له الدين. فعلا الواد عنده قوه مدمره خارقه للطبيعه. وبينما هو غرقان في تلك الافكار كيو بيقول له هو انت ازاي قدرت انك تشوف الهجوم دوت؟ فبيرتبك وبيقول له ديت اكيد الغريزه البشريه، انا اتحركت لا اراديا اصلا. فكيو بيحاول يقنع نفسه ان هو معاه حق لانه مش عايز يصدق ان صديقه الوحيد فعلا من النينجا، ولكن عقله اللاواعي عمال يذكره بكلام جاموت. النينجا اللي انا قتلته كان شعره اصفر وفقعت له عينه اليمين وهتلاقي علامه على وشه. الادله والمنطق بيقولوا له ان شين نينجا، ولكن لا لا لا, لا اكيد ده كل دوت صدفه. والتاني بيقول انا لازم انقذ كيو باسرع وقت ممكن، ولكن لو استخدمت سرعتها هيكتشف ان انا من النينجا، دماغه هتتفجر. اعمل ايه؟ ارجوك قول لي انك مش من النينجا. لا انا مش عايز اسمع ده، انا لازم احميك مهما يحصل، ولكن ازاي؟ وفي وسط هم غرقانين في افكارهم ديت اكس بيهجم عليهم هجوم تاني وخلاص قرب يسيب كيو. شين بيكون عايز يتدخل ولكن هو عارف قواعد النينجا، لو حد من المواطنين اكتشف هويتك الحقيقيه لازم يتمحي عن الوجود، ولكنه برضه مش عايز صديقه الوحيد اللي رسم الابتسامه على وشه يموت، وبيبدا يتذكر كل الوقت اللي قضى معاه. فيا صديقي بيعمل حركه ذكيه جدا، ما بيستخدمش قوته ولكن بيتصدى للهجوم من خلال جسده بس. وساعتها اكس بيعرف الاثنين دول مين، وعلى الرغم تحذير جاموت ليه ولكن بيقرر ان هو يتعامل معاهم. في اللحظه ديت كيو تقريبا كده اتاكد ان فعلا شين من النينجا لان هو اقوى واحد من الياكوزا اصلا ما قدرش ان هو يشوف الهجوم. فازاي الواد الصغير دوت قدر ان هو يتحرك بالسرعه ديت علشان يحميني؟ ولكن لا 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 انا ما ينفعش افكر بالطريقه ديت، انا المفروض اشكره علشان حماني. ومن كتر الافكار راسه بدات توجعه ومش قادر يجمع شتات افكاره. ولكن يا صديقي كلمه واحده من شين خلته يفوق. هو انت بخير يا كيوسن؟ تعابير وشه بتتغير 180 درجه وقال له انا بثق فيك يا شين، فانا عايزك تثق فيا وقوم بقى علشان نجد على الوقت ده اللي بيتجهز علشان يقتلهم. اكس بياخد الوضعيه وبيتجهز علشان يقتلهم في نفس الوقت اللي شين ادرك ان الهجوم دوت لو جه عليهم هيقتلهم، ولكن كيو بيطمنه وبيربط الجاكيت بتاعه على ايديه وده بيهجم بكل ما اوتي من قوه. ولكن الهجمه ما بتصيبش اي حد، التاري الخبيث عايزهم يتوقعوا الهجوم بتاعه هيجي منين. وهنا بقى كيو هيتكل على شين وقال له انا هعتمد على حدسك يلا. الواد بيكون خايف ولكن دوت بيقول له انا قلت لك اللي انا بثق فيك. بالفعل الواد بيغمض عينه وبيقدر ان هو يحدد مكانها من فوقك على الشمال برده فعل مش طبيعيه
طبيعيه بيحاول يتصدى ليها. طب ازاي الكره اللي هي بتخرم الحيط اصلا مش قادره ان هي تقطع جاكيت دوت بسبب المواد اللي هي مصنوعه منها؟ وبعد ما بيوقفها بيفرقعها، ولكن وعلى اثر ذلك ايديه اليمين بتتدمر بالكامل. وبيقول لي للواد المعركه الحقيقيه هتبدا من دلوقتي فجهز. طبعا بعد ما كيو فرقع الكره بتاعت اكس بيتجن جنونه بالكامل، بيوصل لعندهم وبيقول لهم انتوا هتموتوا هتموتوا هتموتوا. كيو بيتعرف عليه دوت صاحب المرتبه الثالثه في اطفال الزجاج، الاشتباك معاه من قريب من غير كوبونات دوت هيساوي الموت. وساعتها بيلاحظ ان اكس لسه مستخدمش قصائم النعيم، فبيقرر ان هو ياخدها. بس هيعملها ازاي؟ دوت مطلع من جسده هاله موت مش طبيعيه، وبيقول مهما تعملوا انا هقتلكم بالساقي. كيو بيطلع المسدس اللي معاه وبيقول لشين اهرب من هنا، ولكنه بيرفض. انا هستخدم الرصاص اللي معايا على طفايه الحريق لصنع ستاره دخانيه، وفي اللحظه ديت هنحاول نهرب. فقال له ما اظنش ان هو يسمح لنا نعمل حاجه شبه كده، ولذلك الواد بيتحرك علشان يشتت انتباهه، وفي نفس الوقت كيو هيعمل ستاره دخانيه. وبالفعل هو دوت اللي بيحصل، وبسبب اللي صاحبنا عمله دوت خلى كيو يشك فيه اكتر واكتر. ولكن مفيش اي وقت للتفكير يا معلم، بيستخدم قصائم النعيم وبيتحرك هو كمان. اكس كان على تم الاستعداد بيحاول يعرف هم فين، واول واحد بيكتشفه هو شين، وبيقول له انت هالك. فدوت بيقول له نفس الكلمه، وقبل ما حد من الاثنين يتحرك السماعه اللي اكس لابسها بتتدمر. ايوه دوت بسبب الرصاصه اللي كيو ضربها، وهو اتعلم الارتداد من ياجيما. وبكده واحد من ورا والتاني من قدام، وبينجحوا في تطيير دماغه بشق الانفس حرفيا. وقبل ما الواد يموت شريط حياته بيعدي قدام عينيه. من اول لما وقع على الحياه ما شافش ابوه، والحاجه الوحيده اللي عرفها عنه ان هو لاعب كوره، ولذلك الواد بقى مهووس بيها وقرر ان هو يكون زي ابوه. لعل وعسى يمكن يتقابلوا في احدى الايام بما انهم شغالين في نفس المجال. والواد فعلا كان لعيب بطريقه مش طبيعيه، وفي يوم من الايام جاله عرض ينضم لاحدى النوادي. ولكن هنا كانت الصدمه، امه بترفض العرض. هو انت عايز تحترف وتكون مشهور وتكسب فلوس كتيره جدا وتسيبنا انا عايشه في البوس دوت؟ انت عارف انا اشتغلت قد ايه علشان اخليك عامل زي الشحت كده، وبما ان حرمت نفسي علشان اربيك يبقى انا لازم احرمك من حلمك. بيحاول يقنعها وبيقول انا عايز ابقى لاعب كوره زي ابويا علشان اقابله، ولكنها يا صديقي بتديله بالكشاف على عينيه. ابوك ما كانش لاعب كوره ولا بطيخ، من الاخر ابوك دوت اصلا كان عباره عن صعلوك. الواد في اللحظه ديت ما قدرش يتملك نفسه واداها رجل، فصل راسها عن جسدها. وبعد ما عمل كده الذنب وضميره حرفيا كانوا هيموتوه، وكان بيعيط ليل نهار لحد ما قابل جاموت. وبدل ما يهديه يا صديقي بدا يعيط في وشه زي المجنون، معناه مش انت الوحيد اللي بتعاني. والغريب ان دوت هو اللي بيواسيه. ومن هنا بدا انضمامه لجاموت زيه زي البقيه. نرجع بقى للحاضر، الاتنين كانوا فاكرين ان هم قضوا عليه، ولكن هنا يا صديقي الصدمه التي لا تصدق. جسده بيتحرك وبيدي رجل شين بتطيره، وبعدها بيموت بالكامل. اما بقى الواد بيكون هيقع من على ارتفاع 20 متر، ودوت معناه ان هو هيموت. ودوت كان تفكير كيو، ولكن يا صديقي عقله اللاواعي بيقول له لو هو وقع وما ماتش دوت هيكون اكتر من دليل كافي ان شين من النينجا. وبكده كل شيء بيمشي حسب النص المكتوب. بس في لحظتها كيو بيتذكر ماضيه، وعلشان كده ما بيخليش اللي حصل يحصل مره تانية، وبيستخدم الكوبون وبيتحرك بسرعه خارقه للطبيعه. وقبل ما الواد يقع بيمسكه وبيقول له انا مش هسيبك مهما يحصل، انت اللي مليت عليا فراغي، لو سبتك تموت انا هرجع لحياتي الممله من تاني، ولذلك انا مش هخلي حاجه شبه كده تحصل. وبينجح في سحبه، وساعتها هما الاتنين بيشوفوا مشهد مليان بالزهور. كيو اخيرا بيقول له هو انت مين؟ الراوي بوا في تلك الاثناء بيقول المشهد دوت ما كانش مكتوب، ازاي دوت حصل؟ بس على فكره انا مستمتع جدا. واثناء ما كيو مستني اجابه من الواد جاموت بيتكلم وبيقول لهم القنبله ناقصلها 10 دقايق وتنفجر، وعلى فكره انا حاليا موجود في مكتب رئيس الوزراء، فلو ما جيتوش وانقذتوه في خلال 5 دقايق هقتله. شين اول ما بيسمع الخبر ده بيكون عايز يتحرك، ولكن كيو بيمنعه وبيقول له انا مش هسيبك تروح لوحدك. فقال له لا انا لو ما رحتلوش في 5 دقايق هيقتله، وانا مش عايزه يموت، لان انا شفت قد ايه رئيس الوزراء طيب وبيحب شعبه جدا، وانت اللي قلتها لي بعظمه لسانك اتعرف على اصدقاء واضحك، وانا لما قابلته خلاني اضحك، وده كان دليل اكتر من كافي. من الاخر كده انا عايز اخد رئيس الوزراء صديق ليا. الكلام دوت بيصدمه جدا، وبيتحرك علشان ياخد قصائم النعيم من اكس. هل دوت معناه ان هو مش شاكك فيه؟ لا هو لسه شاكك فيه. بعد ما بياخدها بيديها للواد وبيسيع عليه، وبيقول له انا اكتشفت ان هم لما بيستخدموها بتزيد من قوتهم، ولذلك خليها معاك، اظن ان هي هتفيدك، وما تقلقش انا معايا واحده تانية، يلا اتحرك وروح انقذ صديقك. وانا في نفس الوقت دوت احاول اوقف القنبله اللي موجوده في الدور الرابع. وقبل ما يتحركوا بيوعدوا بعض ان هم هيتقابلوا تاني. في نفس الوقت دوت خبر احتجاز رئيس الوزراء بينتشر، وفي واحد من اللي شاف البثوث دي بيقرر يتحرك هو وفريقه، وشكله كده مش ناوي على خير تماما. المشهد بيتقطع بواحده تانية بتقول انا عباره عن دبانه، والدبان بيرخم على البشر زي ما انت عارف يا صديقي، ولذلك انا جايه. وفي واحده كمان كانت راكبه صاروخ ومتحركه باسرع
بسرعه ممكنه، وشكلها كده تبع النينجا. سايباها في تلك الاثناء كل اللي بيقف قدامه راسه بتطير. واحد من العصابه بينقض عليه بيحاول يوقعه، ولكن التمن كان دماغه. اما بقى الاخوين بيكونوا بيحرروا في الرهاين. شين بقى في نفس الوقت كان بيتحرك باسرع سرعه ممكنه ووصل للمكان المنشود، ولكن للاسف وصل متاخر لان القنبله ناقص عليها 4 ثواني بس وتنفجر. ففي الوقت دوت خد رئيس الوزراء ونط من المبنى. لسه بيكون هيلقط نفسه سمع صوت بيقول له انا كنت عارف انك هتيجي. فاكر لما انا قلت لك ان انا هطعنك مهما يحصل؟ وبوم بيديله طعنه في الكبد بنفس الدقه اللي طعن بها شيكي. اما بقى كيو بيوصل لمكان القنبله واللي بتحرسها التاني اقوى واحده في منظمه الزجاج، واللي من غير كلام ولا سلام بتحرك ايديها. كيو ادرك في اللحظه ديت ان هو هالك، بيحاول يتحرك ولكن بدون اي فائده ترجع، وطخ بتخرم بطنه. انت هالك يا شين، انا كنت عارف ان انا هشتبك معاه ولكن مش بالسرعه ديت. تاثير الطعنه بدا ياثر عليه، ولكن رغم ده بيحمي الوزير اللي ساعتها بيكتشف ان شين من النينجا، وقال له ما تقلقش انا مش هكشف سرك لاي حد. اما الواد بقى بيكون داخل في التراب ملوش اول من اخر، حسب القواعد انا لازم اقتله، ولكن دوب بيضمه وبيقول له ما تقلقش. في وقتها جامد بيوصل للمكان وبيقول هقتل مين الاول، شين ولا رئيس الوزراء؟ اللي ساعتها بيلاحظ الكوبون اللي وقع من الواد وبيعرف هو بيعمل ايه، فبيستخدمه بدون اي تردد. وبيوصل عند جاموت وبم بيديله واحده بيكسر جزء من دماغه، وبيكون مذهول من مفعول قصائم النعيم. بينقض عليه تاني علشان يديله القضيه، ولكن دوت بيصد بصباع وببنيه مطرشمه بيبعدوا عنه وبينزل ضحك فيه حرفيا مش رحمه نهائي. نروح لكيو اللي بيكون ناقص 3 دقايق على انفجار القنبله، هو بيكون عاجز بكل ما تحمله الكلمه من معنى، وعلى الرغم ان هو على شفير الموت ولكنه بيقوم. البنت مصدومه، انت المفروض ما تكونش قادر تتحرك اصلا، ايه اللي بيخليك تتكافح لده كله؟ هو والوزير بيقولوا نفس الكلمه، علشان الوعد اللي قطعناه مع صديقنا احنا لازم نفي بوعودنا معاه. واللي بيكون في نفس الوقت دوت بيعالج نفسه، فبتقول له انت كده حكمت على نفسك بالاعدام، وبتستخدم نفس التقنيه عليه. وفي اثناء ما هو مش قادر يتصدى الهجمات دي بيقدر ان هو يكتشف لغز قوتها. ايوه هي بتاخدك لاخطر مكان بيخطر على بالك، وعلى الرغم ان هو عارف ان دوت وهمه ولكن ما كانش قادر يتصدى ليه. ودي بوم بتخرم بطنه للمره الثانيه، بيترمي على الارض وبيقول ازاي انا عرفت نقطه ضعفها، ازاي ما قدرتش ان اتصدى ليها؟ فهي بترد عليها صديقي وبتقول له انا هعذبك، هخليك تتمنى الموت وما تلاقوهوش زي ما عملت في جاموت بالظبط. وبتدخله في وهم بصري للمره الثانيه. في تلك الاثناء مخه بيشتغل زي الكمبيوتر وبيدرك ان هو دلوقتي في وهم، يعني اي حاجه بيتخيلها ممكن تحصل، ولذلك بيتخيل ان هو راكب حصان وبيهجم عليها هجوم انتحاري. ولكن اللي بيحصل اولاني بيحصل تاني، بس هنا بتظهر عبقريته الجهنميه، وبيستغل ان هو قريب منها وبياخد منها قصائم النعيم، وطبعا جسمه بيخف بالكامل وبيقول لها خلينا نرقص سوا. البنت في لحظتها بتدرك ان دوت كيو اللي عليه جايزه حرفيا خارقه للطبيعه، ولكنها ما بتستسلمش وبتدخله في نفس الوهم. بس خلاص يابا بيدمروا في لمح البصر. البنت ايقنت ان ديت النهايه، بس بتتذكر كلام جاموت خلي بالك من القنبله، فما بترضاش ان هي تستسلم، وبتفضل تهجم عليه بنكمات ولهجمات بسرعه خارقه للطبيعه، وهو بيكون بيتصدى ليها بالعافيه وبيقول اعمل ايه ناقص 30 ثانيه بس على انفجار القنبله. بيعدي 20 ناقص 10 ثواني، وبشكل انفس بكل ما تحمله الكلمه من معنى بيقدر ان هو يبعد عنها. بيشحن قوته كلها في السكينه اللي معاه وبوم بيفصل راسها عن جسدها، وفي نفس اللحظه بيقدر ان هو يوقف القنبله. لا جامد يعني. وقبل ما تفقد احساسها بجسدها بالكامل بتكون عايزه تقول له ان شين واحد من النينجا، ولكنها ما بتقدرش. هو طبعا كان مستغرب هي كانت مستميته للدرجه ديت علشان تعرفني بايه. ساعتها بنعرف ان البنت ديت اسمها يوكا، حياتها كانت طبيعيه جدا وكانت خلاص قربت ان هي تحقق حلمها، ولكن هو في اليوم دوت حصلت الكارثه. اخوها قتل ابوها وامها. خطر في بالها ساعتها ان هي تروح تخلص عليه وفي الاخر هتقتل نفسها، لكن جاموت ظهر من العدم وقتل لها اخوها وضمها لعصابته. ايوه رجع الامل لحياتها. ومن هنا بدات رحلتها الاجراميه لرد جميل جاموت، اللي بقى على الصعيد الاخر بيكون هينفجر من الغضب. ازاي القنبله لغايه دلوقتي ما انفجرتش؟ شين بقى كان مبسوط جدا وقال كيو وفى بوعده، انا لازم اعمل نفس الشيء انا كمان. الواد بيسمع صوته بيقول في كل مره انت بتحترق طريقنا، خلاص انتوا اللي جنيتوا على نفسكم. وبيتصل على اطفال الزجاج وبيقول لهم اي حد يقف في طريقكم اقتلوه بدون اي رحمه، وزير او لواء او حتى
حتى الريس بذات نفسه، ودول سمعا وطاعا واللي بيلمحوه بيمرجحوه. بس طبعا سايو الاخوه مش هيخليهم ينفذوا اللي هم عايزينه، واللي بيحاول يقرب بس من المواطنين رقبته بتكون التمن. وفي وسط ما الوضع في حاله يرسى لها بتوصل امبراطورة النينجا توما ومعاها 100 من اتباعها. توما ديت يا صديقي بقى قدرتها هي التحكم في 100 بشري في نفس اللحظه، وده بسبب عقليتها الجباره، وحرفيا تعجز الكلمات عن وصف ما يحدث. في اللحظه اللي هم وصلوا فيها بدوا اكتر من 90% من اطفال الزواج. ساي ما كانش عاجبه طريقتها الهمجيه في القتال، بس هو دوت الموجود حاليا فبيشد بلاستر. جاموت بيوصل له اللي حصل في اتباعه وما كانش عارف يعمل ايه. في وقتها رئيس الوزراء بيقول له انا عارف اللي انت عديت بيه، وهي ديت الطريقه الوحيده اللي انت بتحاول بيها تعبر بيها عن مشاعرك، ولكن الطريقه ديت غلط. احكي لي انا كل حاجه، انا رئيس الوزراء هقدر اغير اي حاجه انت عايزها، يلا احكي لي انا سامعك. للاسف لقد فات الاوان، وبينقض بقى عليه علشان يديله القضيه، بس دوت ما بيحصلش لان شين بيتدخل. يلا نبدا الجوله الثانيه يا جاموت. انت ازاي لسه عايش على الرغم اللي طعنتك في كبدك؟ فبيعرفوا ان هو عالج نفسه بفضل المعلومات اللي شيكي سابتها، وكمان دكتور سرينجا اللي معاهم. الموضوع كان صعب ومؤلم جدا، ولكني قدرت ان انا اتخطى الموضوع. فاعتبر نفسك حاليا في عداد الموتى يا جاموت، وده اللي بيضايقه جدا ان انا طعنتك في كبدك، المفروض تكون ميت ما تموت بقى. فبيقول له يا انا يا انت النهارده، والاتنين بينقضوا على بعض في نفس اللحظه. والواد بيقول له ديت اول مره ارغب فيها بجد اللي انا اقتل حد زي ما انا عايز اقتلك دلوقتي. يبدا الاشتباك. نرجع 5 سنين لورا لما كيو كان لسه مخلص مهمه طازه، ولقى عيل صغير مرضاش يقتله، ولما بيقول له انت مين فبيقول له انا ابنك، بسببك انت انا امي اتجننت وفي الاخر ماتت، وانا لغايه دلوقتي عايش علشان انتقم منك. فبيديله ضربه بيغمى عليه، وبيبدا ان هو يتحرى عن ماضيه. واثناء ما هو بيبحث بيكتشف ان جاموت قتل 5000 اب، يفتكر ان هو ابوه، والاخير كان هو كيو. ولما بيشوف امه المحنطه على طول بيتعرف عليها، وبيكتشف ان دوت ابنه، ولذلك بياخده معاه. والوقت كل ما تجيله فرصه يهجم على كيو بيعمل كده، بس على مين يلا؟ بيجيبه على الارض وبيفضل يضرب فيه. وجاموت بيقول انا هخليه يحترف بيا حتى لو مره واحده بس. نرجع للوقت الحاضر والاتنين المعركه ما بينهم حاميه الوطيس، واثناء ما الواد بيتصدى الانصار شين بيكون حاسس ان قوته وسرعته زادت بطريقه مش طبيعيه، وده اللي مخليه مش فاهم اي حاجه. فبيعرفوا ان ديت فنون القتال الصينيه، وانا اتعلمتها من كيو صديقي الوحيد. لو حسبت توقيت هجماتك عليا فانا هقدر ان انا ابطل الهجوم بتاعك في اي وقت. وبينزل عليه بوابل لا يعد ولا يحصى. الواد بيكون محشور في الزاويه وبيقول طب انا اتصدى للهجمات ديت كلها ازاي؟ وفي نفس اللحظه بيكتشف ان هو يا صديقي بيواجه اكتر تجسيد بيكرهه في حياته، كيو ابوه. اخر واحده بتطيره وبيقول له يا شين انا هقتلك، انت الشخص اللي خطف ابويا مني وكان مهتم بيك اكتر مني. وفي تلك الاثناء بياخد حبه تانيه من قصائم النعيم، وعلى الرغم ان هو عارف ان الحركه اللي هو بيعملها ديت ممكن تقتله، ولكن ما بيترددش ابدا. وفي رمش كان بيكون قدام الواد وبيديله ضربه بيطيروه. خلاص انا ما بقتش فارق معايا يحترف بيا، كل اللي انا عايزه قبل ما اموت اللي انا اقتلك. بسبب الجرعه المضاعفه من قصائم النعيم انا ههلك، وده على حساب هلاكك. دقة ساعة الصفر. أنا معايا 5 دقايق، يا إما الياكوزا هم اللي ينتصروا يا إما النينجا. أنا شلت الشريط الذي يلصق قلوب أطفال الزجاج. وأخيرا هقاتل علشان نفسي، هقاتل علشان أخلي العالم يحترف بيا. وفي الوقت اللي هو غرقان في تلك الأفكار شين بيختفي من قدامه، فبيستخدم الرادار علشان يحدد مكانه. وبالفعل ما هي إلا ثواني معدودة بيقدر إن هو يهجم عليه بصاروخ بيخرم بطنه، وبيكون وراه وبيديله نظرة تقشعر لها الأبدان. وبيبدأ الاشتباك من تاني، والمرة دي كانت سرعته مش طبيعية. ولما بيحمي كبده وبيديله رجل بيكسر بيه الأرض. ولما حد بيهجم عليه من الجناب بيستخدم تقنية أصدقائه اللي ماتوا وبيخلص عليه. المرة دي بيستخدم تقنية التوأم وبيهجم عليه بالسلاح، ولكنه بيقدر إن هو يتفادى كل هجماته. جاموت بيصرخ وبيقول له أنا مش هكتفي بتقطيع كبدك، لا لا لا، أنا مش هدخل لما أقطعك أجزاء صغيرة وانتقم لكل أصدقائي اللي انتوا قتلتوهم. وبيقول له أنا عايز أسألك سؤال، هو انتوا ليه بتقتلونا؟ فايه لما الواحد مننا يقتل بشري أو 2 أو 3، ليه لازم تظهروا وتقتلونا؟ ما هو دوت بقى سبب وجودنا، لأن اللي انتوا بتعملوه دوت كله غلط في غلط. الكلمة دي بتضايقه جدا وبيديله رجل حرفيا بيخليه يسافر. احنا زينا زيكم، بس الفرق الوحيد اللي ما بيننا ان احنا دقنا القمرين واحنا صغيرين. احنا جينا في دنيا ما نعرفش احنا تبع مين. مهما نتعذب، مهما نتهان،
مكان مهما نجوع محدش كان بيتلفت لينا، ولذلك احنا هنعمل جهنم على الارض وهخلي العالم كله يتذوق معنى الالم. بيمسك الطفايه وبيطبقها وبيوزع عليه، بيقدر يتفادى فبيبدا يشتبك من تاني من قدام، وشين الهجمات بتنزل عليه من كل الاتجاهات، حرفيا مش عارف يتصدى لايه ولا لايه، ولما بيتشتت انتباهه بيرزعوا رجل بيطيروه. الواد بيعدل نفسه والدوات ما بيدولوش اي فرصه يلقط نفسه، وبيستخدم عليه كل التقنيات الياكوزا. شين مش بيستسلم وبيهجم عليه، والمره دي بيقدر ان هو يكسر سكينته. كان فاكر ان هو انتصر ولكن على مين؟ ده جاموت يلا كان زارع سكينه في ايد المقطوعه. السكينه ديت غاليه عليها جدا لانها جات لي من ابويا. كل هجمه بتكون اسرع من اللي قبلها، كل نصل بيكون اقوى من اللي قبله. انت فعلا قوي جدا يا شين وانا احترف بقوتك، بس انا ما ينفعش اموت غير لما اقضي عليك. ده غير اللي انا عرفت كل تقنياتك وحركاتك، يعني ما هي الا ثواني معدوده وهكون مخلص عليك. وفعلا بتجيله فرصه ان هو يخلص عليه، ولكن شين كان ليه بالمرصاد. يلا اللي بعدها تحصل اللي قبلها. بطر دراعه التاني. انا قلتها لك قبل كده، اللي هيمس اصدقائي بسوء فانا هرد له الصاع 100 صاع، وهو دوت اللي بيحصل يا صديقي. خرتقه بكل المقاييس، طير رجلين الاتنين والواد بيقع على الارض، وقبل ما يتحرك ولا يعمل اي حاجه كيو بيجيله وبيقول له انا بحترف بيك، عاش عليك، لا عاش على اطفال الزجاج كلهم، انتوا فعلا قلبتوها مجزره. شين بيقف على رجليه وبيقول انا لازم انقذ صديقي دلوقتي لانه ممكن يموت على ايد جاموت. اللي بيقول لي لكيو انت دمرتني ولذلك انا هديك القضيه اللي هتهز كيانك، وبيصرخ باعلى صوته. كيو من الياكوزا وشين من النينجا، وبيفارق الحياه وبيحلم الحلم اللي كان بيتمنى يصنعه. كل اطفال الزجاج حققوا احلامهم، وهو بيروح للبيت وبيقعد مع امه وابوه وبيكون مبسوط جدا بالحياه دي. المهم شين بينقض على كيو بيقول له هو انت فعلا من الياكوزا؟ فبيقول له انا هرد عليك بنفس الجمله اللي قالتها البرنسيسه من الموسم السابع من الدقيقه 22 الحلقه ال17. انا مش عايز اصدق، كيف لا اعز اصدقائي ان يكونا لد اعدائي. وساعتها بيقف ورا شين اقوى اعضاء النينجا، ونفس النظام بيحصل مع كيو. وزي ما قال ابن جاموت دقت ساعه الصفر ما بين الياكوزا والنينجا، والمنظمتين بينقضوا على بعض. فيا ترى من سوف يسحق الاخر؟ هو ده بقى اللي هنعرفه في الموسم الثاني اول لما ينزل باذن الله. بما انك وصلت لحد هنا فانت بتحب المغامرات والاكشن وعالم الاجرام، لو كده اتفرج على القنبله ديت، اقسم لك هتعجبك جدا. لايك واشتراك يا فنان، ويلا دمتم في رعايه الله، سلام.